قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله. معروف أن كل الأعمال لله، لكن هنا ذكر بأن الحج والعمرة لله لأن الحج عبادة فردية. لا، الحج عبادة جماعية. فالإنسان قد لا ينتبه لهذه القضية، هو مع الناس يفعل ما يفعلون ويتصرف في الغالب. الحجاج جميعا يطوفون معا ويقفون معا ويحرمون معا، فينسى هذه الحقيقة وهي قضية الإخلاص. انتبه أنت بنفسك، هذه شعيرة تؤديها لنفسك، وتبعث يوم القيامة بنفسك، وتسأل عنها بنفسك. لا تسأل كم شوطا طاف فلان وماذا قال فلان وماذا فعل فلان، لا تسأل عن ذلك. فلذلك كما أنك تستعين بإخوانك في أداء هذه النسك، فانتبه، عليك أن تستشعر نية الإخلاص، فتقرب قلبك لله. هي عبادتك، وهي عبادة في العمر مرة واحدة، يعني الفرصة واحدة. هي تسمى حجة الإسلام، يعني لك في إسلامك ويجب عليك في إسلامك حجة واحدة فاجعلها لله.